تقريبا هذه الحادثة التي سأقولها الآن حصلت قبل 13 و 14 سنة، وكنت وقتها في بداية حضوري إلى الشيخ عثمان، يعني صار لي 2 3 سنين أحضر عند الشيخ عثمان، وكانت علاقتي مع الشيخ علاقة يسيرة، أحضر عنده أسلم عليه يسلم علي وكذا فقط مو أكثر. والشيخ كما هو معلوم عنده درس ثابت من سنوات طويلة وهو درس الجمعة، سنوات طويلة والشيخ ثابت على هذا الدرس كل جمعة يفتي فيه. فبعد الدرس طلبت من الشيخ أني أجلس معه لحالنا، وكان وقتها في ضرب شديد لأهلنا في فلسطين، ضرب شديد جدا، وكان في تلك الفترة لعلها من أسوأ الأوقات التي مرت على أهلنا في فلسطين في قتلهم والهجوم عليهم إلى آخره. فقلت للشيخ يا شيخ بيني وبينك ما في أحد موجود ولا أحد يسمعنا، أريد منك فتوى، هل يجوز أن أذهب الآن إلى فلسطين؟ أريد منك فتوى، هل يجوز أن أذهب الآن إلى فلسطين؟ أريد منك فتوى، هل يجوز أن أذهب الآن إلى فلسطين؟ أنا مالي شغل لا في أمي ولا في أبوي، أنا مقرر بنفسي أبي أروح، لكني أحتاج الرأي الشرعي. كان يقدر الشيخ بكل أريحية يقول لي لا تفضل روح، ولا حد سمع ولا حد شاف ولا حد يدري. أقسم بالله أنه جلس معي وناقشني حتى أقنعني وقال اجلس. أقسم بالله أنه جلس معي وناقشني حتى أقنعني وقال اجلس. أقسم بالله أنه جلس معي وناقشني حتى أقنعني وقال اجلس. وهذه إحدى فضائله الكثيرة التي لا أنسى، وهذه إحدى فضائله الكثيرة التي لا أنسى، وهذه إحدى فضائله الكثيرة التي لا أنسى. عثمان الخميس رجل متلون منحرف ملبس، ويأتي أحيانا أخرى ويشجعها ويؤيدها ويناصرها، بل ويدعو إليها وإلى دعمها، بل ويدعو إليها ويدعو إلى دعمها. فلننظر إلى هذه الوثيقة. بحسب الخبرة من ذهابنا إلى تركيا أو إلى الأردن ولقاءنا مع الشعب السوري في الكويت أو هناك، يعني بحاجة لمجاهدين من نوع خاص، أهل تخصص، مثلا إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في التفجيرات، إنسان متخصص في الدبابات، إنسان متخصص في مثلا عمل يسمونها خطة عسكرية أو ما شابه ذلك من الأمور. قد يكون احتياجات لأشخاص معينين، يعني تخصصات معينة، لكن عندك باقي أكثر من 15 مليون موجودين الحمد لله ويقاتلوا، ما عندهم مشكلة. يعني هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للمال، هم بحاجة للسلاح، هم بحاجة للطعام. أما الذي يذهب إلى هناك ويجاهد في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده إذا مات أن يكون شهيدا، نسأل الله ذلك، وهذا إنما فعل ذلك نصرة لدين الله تبارك وتعالى. اتصل بنا بعض المجاهدين في سوريا من الألوية هناك، لواء كامل قوامه 9000 مقاتل. هذا اللواء اتصل بنا يقول لا نجد طعاما، لا نريد سلاحا، لا نريد ذخيرة، نريد أن نأكل فقط. يقول عندي 9000 مقاتل لا أجد ما أطعمهم إياه، وتكلفة المقاتل الواحد في اليوم يعني نصف دينار تقريبا، يعني تستطيع أن تكفل مقاتلا لمدة شهر ب15 دينار فقط، ب15 دينار تكفل مقاتلا لمدة شهر. فأنا أقول هذا أقل الواجب الذي نقدمه لهم، أن يكفل كل واحد من الحاضرين الآن، ليس الآن أقصد الآن تدفعون، لا الأمر لكم، ولكن أن يكفل كل واحد منكم من الحاضرين على الأقل جنديا واحدا ب15 دينار يكفله لمدة شهر كامل، يأمن على نفسه من طعامه حتى يستطيع أن يقاتل، حتى يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن بذل أكثر فله عند الله تبارك وتعالى من الأجر. هذا سؤال خاص فيني، يعني بيستفسر من شغلة قلت هذا من زمان. يقول نقل عنك أنك تحرض على الجهاد في سوريا، وتقول سوريا محتاجة فقط إلى أشخاص متخصصين في القتال متفجرات، واللي يقدر يروح، وأيضا ممكن عصيان الوالدين والذهاب إلى الجهاد. لا ليست هكذا الأمور، لا لم أقل بهذا أبدا بهذه الطريقة، وإنما لما كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح للجهاد فذكرنا أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. وهؤلاء الشباب المتحمسون أنت ومن معك من مشايخ هم الذين حمسوهم وكانوا سببا في ذهابهم وقتلهم وفقدانهم في تلك البلاد
ظنا منهم أن هذا هو الجهاد في سبيل الله، ولكن هيهات. وأحيانا يكون فرض عين في 4 أحوال: إذا استنفرك الإمام، أو إذا حضرت القتال، أو إذا دخل الكفار بلاد المسلمين، والحالة الرابعة إن احتيج إليك بعينك، أنك بالذات أنت محتاجين إليك. هذه الأحوال التي يكون فيها القتال فرض عين على المسلم. أما بالنسبة لسوريا، فلما تكلمنا عن هذا الأمر كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح هناك كنا نقول لهم هناك غير محتاجين لك أنت، ما هم محتاجين لك. هذا الرجل كذاب، هذا الرجل كذاب، هذا الرجل كذاب. هو الذي حرض هؤلاء الشباب للذهاب إلى الثورة السورية. واستمع إلى الدليل من عثمان الخميس نفسه، والله المستعان. هذا برنامج نبض الثورة السورية يعني، واستضيف فيه عثمان الخميس يؤيد ويحرض على هذه الثورة ويناصرها، واستمع إليه. الاتصال الفضائية، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الثورة. أهلا بكم وأهلا بضيفي العزيز هذا المساء فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس، وهو أحد علماء الحديث المعاصرين. ومما تحدثت عنه أو تصدرت في حديثك يا شيخ قضية الجسدية. نبشرك الثورة يا شيخ خلقت شيء من الجسدية في الأمة. من البرازيل نتلقى اتصالات من باكستان يساندون أخوانهم في الشام. هذه نعمة عظيمة يا دكتور. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المفيد وهدهم وتراحمهم وتعاطف. إذا اشتكى منه عضو تداعى له. أنت تقول الآن من البرازيل، من باكستان تداعى للشام، من باكستان تداعى للشام، من الكويت، من السعودية، من العراق. انظر إلى تحريضه لجميع المسلمين من كل الدول شرقا وغربا شمالا وجنوبا لهذه الثورة السورية التي أفسدت البلاد والعباد وخربت أيما خراب. من مصر، من البحرين، من اليمن، طيب، من المغرب العربي، من استراليا، من أي مكان في الدنيا يتداعى الجسد بعضه إلى بعض. سبحان الله. وهذه هي الأخوة الإيمانية. الله أكبر. طيب دكتور، ندلف إلى موضوعنا أو نذهب إلى الثورة وما يجري على الأرض. في هذه الفترة الأخيرة هنالك بعض الحراك السياسي والدبلوماسي، بعضه يسير يعني كان سرا وبعضه جهرا. الجيش الحر كان له يعني صولات وجولات. أنت كيف تقرأ المشهد بعد هذه المدة الطويلة في أيامنا هذه؟ هنالك حراك غير طبيعية ورهاصات غير طبيعية الكل رصدها. أنت دكتور من خلال تجربتك ومتابعتك للقضية كيف تقرأ المشهد؟ ما الذي يحصل الآن؟ والله أنا اللي يعني أشوف من خلال متابعتي أن النصر قريب، وأن يعني الأمور تسير بشكل طيب جدا جدا. أي نصر في هذا؟ هذا ليس جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تتوفر فيه شروط الجهاد، بل ولا شرط واحد من شروط الجهاد الشرعي لم يتوفر في هذه الثورات كلها التي دعا إليها عثمان الخميس وأبي إسحاق الحويني والقرضاوي وغيرهم من الثورجية. ثم يقول الأمور تسير بشكل طيب جدا جدا. أي طيب؟ أي طيب جدا جدا، وقد راح ضحيتها ملايين المسلمين من السوريين، واغتصب من اغتصب من النساء المسلمات العفيفات الطاهرات، وقتل من قتل من الأطفال، وشرد من شرد من الرجال والنساء والصبيان والولدان. أي أمور تسير بشكل طيب جدا جدا، وأنت جالس هنا مرتاح وتتنقل بين البلدان في أمن وأمان، وتحرض على القتل والتشريد والتفجير في تلك البلاد. وأنت جالس هنا مرتاح وتتنقل بين البلدان في أمن وأمان، وتحرض على القتل والتشريد والتفجير في تلك البلاد. هذا الرجل الخبيث المسمى بسعود ذعار، وهو أظنه كويتي، انظر إلى العلاقة الحميمة بينه وبين عثمان الخميس. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تشرفت اليوم بلقاء أخي الكبير الشيخ عثمان الخميس حفظه الله ورعاه، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه على الطاعة. الله يحفظك دكتور، جزاك الله خير. هذا من تواضعك خير كثير. الله يسلمك. شيمات كثر من شيماتي. الله يسلمك. بالعكس لنا الشرف. الله يحفظك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظك شيخ. ومن هو هذا الرجل السعود ذعار؟ هذا رجل تكفيري خارجي جلد، خارجي جلد، يريد أن يسقط العلماء الربانيين من أعين الأمة الإسلامية. وإذا سقط العلماء تسلط هؤلاء الجهال كأمثال هذا الخارجي سعود ذعار، والخارج الآخر عثمان الخميس. وإذا سقط العلماء تسلط هؤلاء الجهال
كأمثال هذا الخارجي سعود ذعار، والخارج الآخر عثمان الخميس.